انتهى صيف 2021 بمفاجأة لم تكن غير متوقعة، بعد أن أعلنت الجزائر قراراً أحادياً بقطع العلاقات مع المغرب، وذلك بعد مرور أقل من أسبوع على تصريح الرئاسة الجزائرية أنها تعتزم إعادة النظر في علاقاتها مع الجارة الغربية نتيجة امتداد العداء بين البلدين على مدار عقود وتوترات طالما شهدتها العلاقة الثنائية. هذه المرة دخلت منعرجا جديد انتهت بقطع العلاقات الدبلوماسية وإغلاق المجال الجوي الجزائري أمام الجارة المغربية بعد إغلاق الحدود عام 1994. قبل أن ندخل معكم في التفاصيل، لا تنسوا الاشتراك في القناة والإعجاب بالفيديو ليصلكم كل جديد. إبان الاستعمار الفرنسي وفي أيام الثورة الجزائرية اتفق قادتها مع قيادات الجارة الغربية على مواصلة القتال أمام العدو حتى تحقيق الاستقلال الجماعي للمنطقة بأكملها، لكن أطماع الجارة الغربية وخوف فرنسا الكبير على خسارة البلد العظيم كانا سببا في قسم ظهر البعير. التف المغاربة على اتفاق الثورة واصطفوا بجانب أفكار العدو بغية نيل استقلال لحماية فرنسية وإعلان مطامعهم العلنية التوسعية في المنطقة وترك الجزائر لمصيرها المحتوم أمام المستعمر الغاشم. استمر القتال حتى انتزعت الجزائر استقلال أراضيها بالنار والبارود. لم ينسى الجزائريون غدر أشباه الحكام في الجارة الغربية، ولم يطب جرح دولة دام استعمارها 133 سنة حتى غدر الجيران مرة أخرى، هذه المرة بتأجيج فتنة طالت بلاد القبائل وحثهم على نيل استقلال مزعوم لمنطقة من صلب الجزائر. تناحر الإخوة في الجبال على تحقيق الوحدة ووأد فتنة أشعلها المغاربة بزرع أفكار انفصالية ودعم بالسلاح لمنطقة يشهد التاريخ بجزائريتها. شهدت الجزائر عامها طعنة لم تدوى جراحها إلى يومنا هذا. كانت الطعنة أن استغلت المغرب ضعف الجزائر المستقل حديثا والمتناحر في الجبال لتحقيق وحدته الداخلية. دخلت المغرب للجزائر بقوات مشاة وفصائل دبابات وطائرات إسرائيلية مستعمرة ولايتي بشار وتندو في حادثة يشهد التاريخ بأنها خيانة القرن. صرخ الرئيس الجزائري في ذلك الوقت بنبلة بصوت ما زال يؤلم كل جزائري إلى يومنا هذا: حقرونا إخواني، حقرونا. نزل الإخوة المتناحرون في الجبال وتقدم الدعم من عمق الصحراء وتوحدت الصفوف بقيادة العظماء. توجهوا نحو الحدود الغربية واستأصلوا ورما خبيثا غدارا أراد أن يقضي على الحلم الجزائري وطردوه خارج الجسد المتوحد. انتهت حرب الرمال وانتهى معها أمل لعلاقات مشرقة بين الجارين، ليدرك الحسن الثاني بعده أنه لا مجال لمحاربة الجزائر عسكريا. ادعى قرار التأميم للثروات الأجنبية في المغرب وأصدر مرسوما يأمر بتأميم كل الثروات الأجنبية وتعويض أصحابها الأوروبيين إلا ثروات الجزائريين وجبهة التحرير، فقد انتزعت منهم ثروات واستثمارات بقيمة 20 مليار دولار في زماننا وطردوا من المغرب عام 73. سجلت هذه الحادثة في دفتر العداء المغربي. غير المغرب من اتجاه مطامعه التوسعية نحو موريتانيا والصحراء الغربية، وبعد بيان المحكمة الدولية والأمم المتحدة بتقرير المصير للصحراء الغربية عام 1975 استغل الحسن الثاني مرض الجنرال فرانكو رئيس وزراء إسبانيا لإشهار مطامعه التوسعية. لم يرسل جيشه للاحتلال هذه المرة، إنما أرسل فئة مغلوبة على أمرها إلى حدود الصحراء الغربية بمسيرة أطلق عليها اسم المسيرة الخضراء. جاء الرد من الزعيم الراحل هواري بومدين مباشرة بعد هذه المسيرة بالمسيرة الكحلاء بعدها بأيام بطرد العمالة المغربية في الجزائر ردا على الغدر المستمر للحكام المغاربة. انتهت هذه الأحداث بقطع العلاقات وغلق الحدود عام 1976 من جانب المغرب بدعوى أن الجزائر تدعم استقلال الصحراء الغربية. استمرت أوضاع انقطاع العلاقات إلى غاية 1988. طيبة الرئيس الجزائري الراحل الشاذلي بن جديد استغلها خبث الحسن الثاني وبعض من المتواطئين من الداخل، وأعلن تطبيع العلاقات الجزائرية المغربية. لم يستمر الوضع طويلا حتى أغرقت الجزائر بالسلاح والمخدرات قادمة من الجهة الغربية،
متسببة في عشرية سوداء راح ضحيتها أكثر من 250 ألف جزائري. استغلها الحسن الثاني لتبييض صورته وصورة بلده وتطوير السياحة في البلاد، بينما كان يعرض للعالم مساوئ ما كان يحدث في الجزائر من فتنة وتناحرات. وفي عام 1994 حدث انفجار لأحد فنادق مراكش ما تسبب في مقتل العديد داخله. وقبل اكتمال التحقيق في الحادث خرج الحسن الثاني بخبثه المعتاد وأعلن أن الاستخبارات الجزائرية هي من وراء الحادثة لاستخدام عملاء فرنسيين من أصول شرق إفريقية، وفرض التأشير على الجزائريين. مرة أخرى طرد الجزائريين من داخل المغرب. لم يدرك حجم المأزق الذي وضع نفسه وبلاده فيه. هاته المرة لم يعد حبل الصبر غليظا. استغلت الجزائر بحنكة رئيسها اليمين زروان غباوة الحسن الثاني وأغلقت الحدود إلى أجل غير مسمى. توقف دعم الإرهاب في الجزائر وتوقفت الاقتتالات بعدها ب4 سنوات. حاول المغاربة طلب الصفح وإقناع السلطات الجزائرية بفتح الحدود. أرسل حكام العرب للتوسط واستغلت مؤتمرات عالمية لطرح فكرة فتح الحدود، لكن لا ردود إلا الرفض التام من السلطات الجزائرية. توفي الحسن الثاني عام 99 وتولى ابنه محمد السادس زمام الحكم، واستمرت الأوضاع كما في السابق، شد وجذب واحتلال للصحراء الغربي. وفي عام 2013 حدثت حادثة تيغنتورين الشهيرة استغلها الإعلام المغربي وأماط اللثام عن وجهه القبيح. سوق للحادثة على أن الجزائر ضعيفة بجيشها، ولكن شاهد العالم فعلا بطولي من الجيش وأسكت كل الأفواه المعادية، وصولا إلى عام 2019 حين خرج الشعب الجزائري مناهضا للسلطة الفاسدة وتلقى دعما من الجيش والأمن لحفظ الشعب العظيم. ومرة أخرى حاول الجار الغربي ركوب الموجة العداء ودعم الكلاب في الخارج، جماعتين أدرجتهما الجزائر بعد ذلك على قوائم المنظمات الإرهابية، وهما رشاد وماك الانفصالية في منطقة القبائل. انتصر الشعب والجيش في حدث سلمي تاريخي نتج عنه انتخاب الرئيس عبد المجيد تبون. بعد كل هذا خرج محمد السادس طالبا فتح الحدود في خطاب للشعب المغربي. لم يسكت كلاب الخارج، وإنما ازدادت هجوما وزرعا للفتنة بين الشعب. وفي ديسمبر عام 2020 أعلن المغرب تطبيع علاقاته مع إسرائيل مقابل وعد باعتراف الولايات المتحدة الأمريكية على أراضي الصحراء الغربية. هذا الموقف المخزي من المغاربة أدى بالجزائر إلى عزل المغرب دبلوماسيا عنه. شهدت الشهور التالية تصاعد حملات الهجوم اللفظي لتصل ذروتها في شهر يوليو، عندما أعلن عمر هلال سفير المغرب لدى الأمم المتحدة تأييده الصريح لسكان منطقة القبائل في تقرير مصيرهم ردا على الدعم الجزائري لجبهة البوليزاريو. وهذا ما أثار غضب الحكومة الجزائرية التي سارعت لاستدعاء سفيرها لدى المغرب للتشاور. وفي الوقت نفسه تورطت مراكش في استخدام برنامج بيغاسوس للتجسس الإلكتروني لاستهداف هواتف شخصيات عامة ومسؤولين سياسيين وعسكريين جزائريين. لم يكتفي جبن المغاربة إلى هذا الحد، وأشعلوا حرائقا اجتاحت الحياة البرية في الجزائر وخلفت مئات الضحايا في صيف 2021. نتج عن كل هذا في 24 من شهر أوت عام 2021 الجزائر تقطع علاقاتها مع المغرب وتغلق حتى الماء والهواء. وأعلن الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون عدم تجديد عقد استغلال خط أنابيب الغاز الذي يربط الجزائر بإسبانيا عبر المغرب. ما كان من المغاربة الرد إلا بفعل همجي، قتل 3 سائقين جزائريين في الصحراء الغربية عن طريق قصف شاحناتهم بطائرات إسرائيلية أثناء قيامها برحلة تجارية بين الجزائر وموريتانيا. واتهام رسمي من الحكومة الجزائرية للمغرب. لم يستطع المغرب الرد رسميا لأن راجمات الصواريخ طويلة المدى كانت على الحدود متجهة نحوه. اتركوا لنا آراءكم وتعليقاتكم على الموضوع. ابن الدولة الجزائرية يحييكم.